من اكبر الاخطاء اللي بتخسر الناس في البورصه مش ان هو يبيع سهم بخساره، ان هو يبيع سهم بدري والسهم ده كان ممكن يكون لسه قدامه سكه طويله. القصه ان في ناس بتمشي على قاعده عشوائيه ليس لها اي اساس علمي، اللي هو السهم طلع 20% يبقى اخرج، او السهم طلع مش عارف قد ايه يبقى اخرج منه، ودي قاعده عشوائيه تماما ليس لها اي علاقه بالدراسه ولا بالفهم ولا بالفن. تعال الاول نبص على المشكله جايه منين. المشكله ان سعر السهم لوحده لا يمثل اي شيء حتى لو طلع او نزل، لكن سعر السهم بالمقارنه بالقيمه هو ده اللي يقول لك كل حاجه. والفكره ان القيمه دي بتتغير، فلما تقارن الاثنين ببعض هتعرف تتخذ القرار حتى مع تغير سعر السهم. قبل ما اقول لك التفاصيل عايز افكرك ان في جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، جواه معلومات تعليميه مهمه، وجواه لست للاسهم القويه ماليا، ولست للاسهم اللي بتوزع ارباح مرتفعه، ومعلومات تانية كتيره مش بحطها هنا، ما بحطهاش غير في الجروب. انا محمد فاروق بقالي 21 سنه في المجال ده. انا شخصيا لو السهم طلع بيا مثلا 20 ولا 30% ما ببيعوش، بروح ادرس قيمه السهم اشوف اتغيرت ازاي، والقيمه دي متغيره بناء على الداتا اللي بتطلع، وبناء على الارباح، وبناء على المعلومات اللي على الشركه، وبناء على الكومبيتيشن والبرودكت والماركت والسوق والماكرو ايكونومكس، وفي كميه داتا غير طبيعيه بتطلع بطريقه كثيفه جدا. بقارن الداتا الجديده، هل الداتا الجديده تبرر السعر الجديد ده؟ ممكن سهم يطلع لحد هنا ويبقى اندر فاليود علشان الداتا اتغيرت، فلازم تقارن الاثنين دول مع بعض عشان تعرف تتخذ القرار الصحيح. ودي الطريقه اللي تعرف تخليك تاخد الحاجه للاخر، مش اللي هو ايه يطلع بيك سنه تقوم خارج وطالع وتتفرج عليه وهو ايه رايح في حته تانيه. ولو عايز تتعلم البورصه وتبقى محترف، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه.